لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. الوداد البيضاوي الذي اضطر مكرها للعب خارج قواعده واجه بملعب البشير بن محمدية فريق المغرب التطواني. الوداد أدرك جسامة المسؤولية في ملعب معزول عن الدار البيضاء، سيما وأن خصمه من الأندية التي انطلقت قوية هذا الموسم. جس النبض انطلق به الوداد لفرض إيقاعه. ضربة مركزة للوداد قابلتها محاولة تطوانية خطيرة. تحركات المغرب التطواني بدت الأخطر في البداية، واكبها هجوم ودادي كاد يثمر هدفا. النقص العددي للمغرب التطواني أثر على مستواه العام وفسح المجال للمد الأحمر الذي فشل في إصابة الهدف بواسطة المهاجم هشام جويعة. وفي الشوط الثاني انهالت الوداد بضرباتها المتكررة والتي زكت تقاعس المغرب التطواني في الدفاع. بحثت الوداد عن الهدف الأول من كل الزوايا ومن كل المنافذ، وبدأت رائحة الهدف تشم، حيث من هذا الموقع سيوقع الوداد هدفه الأول. تمريرة باليسرى صوب اللاعب عبد الغني، والذي سجل الهدف الأول للوداد في الدقيقة 72. الوداد البيضاوي لم يسمح للمغرب التطواني بأخذ قسط من الراحة. ضربة جزاء نالت احتجاجا تطوانيا والحكم يأمر بالتنفيذ. الويسي يرفع الحصة إلى هدفين. في الدقيقة 81 الوداد منتصر بهدفين. وفي الجهة الأخرى ثارت ثائرة عناصر مسيرة في مكتبي فريقي تطوان والوداد. الصراخ والضجيج ملأ جانبا من ملعب البشير ليهمد فجأة بعد أن سرقت المباراة اهتمام الجميع. المغرب التطواني تحرك دون أن يتوج مجهوداته بهدف، والوداد ظل متحكما في مفاتيح المباراة. ولا ندري ماذا حل بمهاجم اللاعب التطواني كي يتأخر عن توقيع الهدف. المبادرة انطلقت بسرعة إلى الوداد الذي شق الطريق برجل رفيق عبد الصمد معلنا للهدف الثالث لفائدة الوداد البيضاوي، والذي انتقل بهذا الفوز إلى الرتبة الأولى وتشاركه فيها أندية أخرى.